السلام عليكم. في هذه الحلقة غادي نحاول نتكلم لكم شوية على عقدة أوديب. عقدة أوديب ربما كلكم كتسمعوا بها، معروفة في التحليل النفسي و... وكتمثل واحد المحور أساسي في الشخصية ديال البنادم. هاد التسمية هادي غير خداوها من واحد أسطورة ديال أوديب، يونانية، أسطورة يونانية داروا عليها مسرحيات، تألفوا عليها كتب كتهضر على أوديب اللي فخر حياتو غادي يقتل باه وغادي يتزوج مو. فاش غادي يكتشف الأمر غادي يعمي راسو مثلا، وغايطلب الخطوط ديتها لواحد البلاصة معرفتش لي ديتاي. مي هادشي علاش هاد السمية سماوها بعقدة أوديب. فرويد اللي سماها لأنه فاش اكتشف مثلا ماشي مثلا فاش اكتشف بأن في الصغر الأطفال كيدوزو من واحد المرحلة ديال لاطاشمون، يعني تيكونوا متعلقين بالأم ديالهم. وفاش اكتشف بأن كاينة حياة جنسية للأطفال، باختصار ملي اكتشف بأن كاينة حياة جنسية للأطفال وبين كاينة علاقة جنسية ما بين الطفل الصغير مع مو، وكاينين رغبات جنسية. هادشي اللي خلاه أنه يسميه بعقدة أوديب. اش كتقول عقدة أوديب بالنسبة للتعريف ديال فرويد؟ نهضر على التعريف ديال فرويد اللي غادي يزيدوا عليه اللي جاو من وراه بزاف ديال الحوايج حيت انتقدوه، وشحال من حاجة ماشي هي هذيك فيه. اش تيقول فرويد؟ فاش اكتشف بأن كاينين رغبات جنسية ما بين الرضيع الصغير مع مو، قسمها بزاف ديال المراحل. وبالتالي مثلا الطفل مثلا فاش تيكون مثلا عنده رغبات تيبغي مو بوحدو، فاش كيدخل تيحس باه كدخيل كيحاول يطلع ضدو ما تيقدرش. المهم هذا التحول ديال ان با كيعتبرو بحال شي غيفال، ومع المده ما تيقدرش يواجهو، كيحاول يدير بحالو ليدونتيفيكاسيون او ميم سيكس. كيحاول يدير بحالو. فاش كيوصل لهاد المرحله ديال انه كيبحال يدير بحالو باه، راه بدا كيتخلص من التعلق ديالو بمو، وكتولي ليدونتيفيكاسيون باش الرغبات ديالو تمشي في اتجاه اخر. بالنسبه للبنت، لاحظ فرويد بان في الصغر ديالها رغم انها يعني كتخرج من الرحم ديال الام، عندها تعلق جنسي بالاب، وكتاخذ امها بحال شي منافسه. وكتشوف بعض المرات بعض الاحاسيس ديال الغيره ما بين البنت الصغيره من امها، وكتبغي هي تكون قريبه لباها وهي اللي عزيزه عليه وهي اللي كلشي. واحد المده كتحس بان راه باها ماشي ديالها، راه ديال امها. كتحاول دير بحال امها، يعني ليدونتيفيكاسيون. راه كنهضر لكم على المسار الطبيعي. هاد ليدونتيفيكاسيون كتحاول دير مع امها، يعني راه بدات تتخلص من دوك الرغبات ديالها لباها، وكتشد الطريق الصحيح، وكدوز ديك المرحله ديال الاوديب. بالنسبه لفرويد قال بانها كتكون ما بين 3 سنين حتى ل 6 سنين، هذا التعريف ديالو. وجاو اخرين من بعد، جات ميلاني كلاين لاحظت بان عقده اوديب او المرحله ديال اوديب كتبدا من الشهور الاولى كاع تقريبا قبل ما يكمل عام. كتحس بان الدري باقي صغير، الا كان دري كيميل لمو كتر ولا كانت بنت كتميل لباها كتر. حسات بان كاينه ميولات جنسيه للجنس الاخر. بالنسبه سميتو علاش كنهضر على ليدونتيفيكاسيون، علاش مثلا البنت في الاخر كتبدا تتخلى على الرغبات ديالها لباها وكتحاول دير بحال امها، ولا الدري كيتخلى على الرغبات ديال امه كيدير بحال باه، لان هذيك ربما طريق اخر. الدري مثلا كيعرف بان ما يقدرش يحصل على امه بالمنافسه المباشره مع باه، وتيشوف اشنو الفرق بينه وبين با. قال ربما نولي بحالو، نقدر تبقى العلاقه ديالي جيده مع امي. ديك هي ليدونتيفيكاسيون. فاش كنبغي بعض المرات ما تنوصلوش لشي حاجه كندوزو من ليدونتيفيكاسيون، كنديرو بحال هذاك اللي عنده داك الشيء باش يوقع لينا بحالو. يعني هذا هو التقمص او ليدونتيفيكاسيون في التحليل النفسي. كاين حتى بالنسبه للتقمص بعض المرات، راه درت فيديو غير على التقمص، غير على ليدونتيفيكاسيون شنو كيوقع. راه تيكون بعض المرات حتى عند شي واحد مسيطر علينا، شي واحد عنده سلطه، كنحاول نديرو بحالو باش نكونوا محبوبين ومقبولين. وبالتالي الدري صغير تيحاول يدير بحال باه
باش باه يقبلو ويكون عزيز عند باه، وفي نفس الوقت يولي بحال باه باش يكون عزيز عند مو. البنت نفس الشيء، كتشوف بان امها اللي كاسبه باها، دونك غندير بحالها. في نفس الوقت غادي نكسب امي، وفي نفس الوقت غندير بحال امي، نقدر ناخذ بلاصتها مثلا. يعني هاد ليدونتيفيكاسيون كيمشيو ليها اوتوماتيك، وما نحتاجوش زعما الا كان من طبيعه الحال الابوين متزنين. كما قلت، جات ميلاني كلاين الشخصيه الثانيه في التحليل النفسي، اكدت بان هادشي كيبدا قبل ماشي 3 سنين 6 سنين، وزادت شي حوايج اخرين. راه ما كاينش غير الرغبات الجنسيه كما زاد جاك لاكونسي فسميتو. لاحظ بان عقده اوديب كاين حتى عند الناس اللي ما عندهمش، اكتشف بين بعض المرات ماشي رغبات جنسيه، ولكن داك التواجد ديال دوك الشخصين كيخلينا نمشيو عند الاب. الا كنا مثلا دري كنمشيو عند الاب لان كنتعلموا منه وكنستافدوا منه وكنبغيو نخرجوا معاه لبرا، كنمنعوا يهزنا مثلا في الدراجه ولا في السياره، ويدينا تنبغيو نمشيو لذاك العالم الخارجي ديال الاب. وبالنسبه للبنت هي كتشوف بان الام راه كدير شي حوايج، اكتشفات اللي اكتشفني جاك لاكون ميلاني كاين نسيت ما قلتهاش، بان البنت ما عندهاش غير الرغبات الجنسيه، مي اكتشف بان منذ الصغر كاينه الرغبه في الانجاب. يعني حتى ديك الرغبه باش انا دير دراري صغار وتولد كاينه عند لقاو بان كاينين دي سونتيمون كيدلوا على ان البنت من الصغر ديالها عندها داكشي، يعني ماشي حتى تتكبر عاد تكون واحد الرغبه في الانجاب. وبالتالي يعني صحوا شويه المفاهيم ديال فرويد كيبان ليه داكشي جنسي، وربطها بالبيولوجيا. علاش كتبدا في 3 سنين؟ لان عند راسو في 3 سنين كتبدا الاكتشاف بين الاعضاء التناسليه ديال الدري، تيكتشف بان نفس الشيء ما كاينش عند البنت، لان في الاول الشهور الاولى ما كيعرفوش انا كداير. 3 سنين تقريبا، في داك العامين 3 سنين تيبدا يكتشف بان راه ما كيشبهش البنت، والبنت ما كتشبهش ليه، والبنت كذلك. قال لك الاكتشاف ديال الاعضاء التناسليه المختلفه هو اللي كيصدق تيدير واحد الصدمه عند الطرفين. البنت كتشوفها بحال راه شي حاجه ناقصه، حيت العضو التناسلي ما خارجش بحال ديال الدري، وكيجيب لها الله بحال راه كان وتحيد، وبحال راه حيدو شي حد. دونك خصني نرجع داكشي اللي تحيد ليا. المهم هذه النظره ديال فروده، خصني نرجع داكشي اللي عندي. وفي الاخر كتعرف بين امها بحالها، دونك كنمشي عند با عنده عضو تناسلي تما فين غادي نحصل على با، ولا من بعد كتحول للرغبه في الانجاب. يعني كيولي الطفل كيمثل داك العضو التناسلي ديال الذكر. داكشي باش تيقول لك العضو التناسلي بالنسبه للمراه بحال يعني لوفاليس، بحال حصلات على لوفاليس اون فين، يعني بحال وصلت لديك النتيجه ديالها. شوف التحول منين كيدوز من اكتشاف العضو الجنسي ما كيشبهش ديال الدري. انا خصني بحال مشات لك شي لعبه بغيتي تردها، طاح لك التليفون بغيتي تردو، شي حاجه مشات لك خصك تردها، كتكون ديك الرغبه ديال تحس بلا بيرت. يعني لا فام كتحس بشي حاجه ضاعت ليها، كاين لو سونتيمون دو بيرت دو مونك، il manque quelque chose. وربما راه تيبقى نيت حتى في لاجادولت عند النساء il manque quelque chose. كيبان لهم ديما الديفو في الشيء، اما في الحاجه ولا في لا بيرسون كيبان الديفو، كيبان لهم تو سويت سكي مونك. يعني لو جيني ديالهم تيمشي تو سويت لسكي مونك، واخا تكون بارفي غيبان لها سكي مونك ديريكت. هادشي علاش اعتمد فرويد باش يقول ربما راه من تما جات البنت شافت سكي مونك، داكشي اللي خاص، وبالتالي شافت غادي نلقاه عند با. ملي ما غادي نلقى با نحاول نكسب با، ما قدرتش نكسب با، غندوز الطريق ديال امي، نحاول امي تقبلني. دونك غندير بحال امي. باش غندير بحال امي غادي نولد، غندير انا الدراري، غندير الاولاد، وربما تيكونوا دي فونتازم ان تولد من باها في الاول. عاد من بعد تكتشف بان راه كاينه مسافه، كاين ديستونس ما بين باباها، وكتخلى على الاحاسيس مع باها وكتكمل في الطريق ديال امها. والرغبات ديالها كتدخل لا بيريود لاطونس ديال السبات ديال دوك الرغبات من 6 سنين تقريبا حتى 13 عام باش يتجددوا وكيتوجهوا لاشخاص اخرين. بالنسبه للدري نفس الطريقه، كيشوف بان العضو التناسلي ديالو كاين وعند البنت ما كاينش، وكيتصحاب ليه بان راه البنت تحيد ليها، وكيولي خاف، كيتبان ليه بحال شي بينيسيون، بحال شي عقاب، بان راه دارت شي حاجه وحيدوه ليها. داكشي باش بلا ما نحسو كنبقاو نضحكوا مع الدراري صغير، اجي لهنا نقطعوا لك، ندير لك بلا ما نحسو كنختاروا هاد النكات هذا مع الدري، بحال راه في لا شعور ديالنا كاينه هاد الهضره نيت، كان هاد الفونتازم، كان هاد الخوف
ديما الدري صغير تيخاف انه يفقد العضو التناسلي ديالو، وكتبقى حتى عند الطل الكبر. الطل الكبر الراجل ديما عنده واحد لافوبي من العضو ديالو، واش خدام مزيان، واش ما خدامش، واش مقاد، واش ما مقادش، واش صغير، واش ما صغير، واش كبير، ياك ما ضاع منه شي حاجه، ياك ما كدا، ياك ما تقزم، واش كافي. كيبقى، وهذا هو اللي كيتسمى الكومبلكس دو كاستراسيون، عقده البطر نقدر نسميها هكا، ربما ديال الترجمه الصحيحه، حاجه كتحيد. دونك تيخاف داك الكومبلكس دو كاستراسيون كيضرب الذكور والاناث. البنت كيتسحب ليها راه تكاسترات مشات شي حاجه، الدري تيولي خايف لا يتكاستر، وبالتالي كيدير نفس النتيجه. وهذا الخوف هو اللي كيخليه يبعد على امه، وكيبدا يتكون لو سيغموا قانون. هنا فين كيدخل الاب والقوانين، وكيدخل في الطاعه ديال باه، وكيتبع داكشي اللي كيقول ليه باه، وكيدير داكشي اللي كيباه ليدونتيفيكاسيون. دير بحال باك، كون راجل بحال باك. تيبدا يخرج معاه، تيبدا يجلس مع الرجال، تيبدا يبين انه تا هو راجل، وقدام مو تيلبس الصبابط ديال باه، وتيبغي يلبس سروالو. زعما تانا راجل كيلعب تيحاول يلعب الدور ديال باه باش يعجب مو، وباش يقبل عليه باه، وباش نيت ما يوقع عليه والو بالنسبه للعضو التناسلي ديالو. يعني هادو هما الادله اللي جابها فرويد واعتمد عليها، هو هادشي اللي كيوقع. وبالتالي فاش كيتخلى الدري على الاحاسيس ديال مو، على الرغبات ديالو تجاه مو، وكيدخل في ليدونتيفيكاسيون مع باه، كيدخل مرحله السبات او مرحله لا بيريود لاتونس. قيل السبات واش كتسمى ديال الرغبات من 6 سنين حتى 13 باش 13 عام كترجع ثاني دوك الرغبات، ولكن في اتجاه اخر. يعني عند النساء اخريات من غير النساء اللي معاه في الدار، يعني الام ولا الاخوات ولا كذا، لان حتى الاخوات والام داك المنع كيبدا يحس به من طرف باه. الاب ديما في الدار كيفرض واحد البيئه ديال ها اللي ممنوع ها اللي ما ممنوعش. راه ماشي بالضروره يهضر، راه واخا الاب ما تيهضرش، فاش ما كنديروا داكشي اللي ما كيديرش كنحسوا بالجريمه. غير نديروا شي حاجه ما كيديرهاش الاب كنحسوا بالجريمه، وكتكون لا كولبابيليتي وكنتسناو العقاب. هذاك الشيء باش تكون واحد ليدونتيفيكاسيون ديال الدراري البنات بزاف. تكون بالنسبه للدراري لبوهم كيحاول يدير بحال با باش يبقى ترونكيل، وبعض المرات تيكونوا تمردات، تيحاول يطونطي راسو باش يشوف با علاش قال هذاك الشيء. باش ديما العقده ديال اوديب ما سهلاش، لان صعيب باش يكون اب تيلعب الدور ديالو كما يجب، وتكون الام كتلعب الدور ديالها كما تجب. وبالتالي الا كان الاب مثلا سيفير بزاف اكثر من القياس، يقدر يكاستري الولد اكثر من القياس، يعني يحيدوا لامو بكري وبقوه، ويدخل ليه قوانين صارمه. وهنا كيولي عنده واحد لو سيغموا اللي هضرت عليه في الحلقات السابقه، تيولي واحد لو سيغموا تري سيفير، تيولي عنده واحد انا الاعلى قاصحه بزاف، كتضغط عليه وكتفرض عليه قوانين صارمه مع راسو، كيجي تانيب الضمير ثاني الى اخره وغادي. كان الاب يفصي الصيف ما كاينش، بحال كاين بحال ما كاينش، تيبقى داك لاطاشمون مع الام، ما تيتسيباراش الولد مع امه، واخا تيكبر وتيشوف المنع. لان حتى لا سوسيتي كتشارك كما قلت في لو سيغمون، في الانا الاعنى المجتمع تيشارك، الجيران كيشاركوا، الزنقه كتشارك، المجتمع كيشارك. واخا ما تتبقاش الرغبات، كتبقى واحد الانتيميتي، واحد الحميميه مع امه كتبقى. راه تيقول لك ولد امه، تقولوا حنا ولد امه ولا فوالا. تنشوفوها بزاف عند الدراري اللي كبروا غير مع مواتهم، ديك لاطوريتي ديال الام واخا هكاك ما كتقدرش تسيباريه، تيبقى واحد لاطاشمون، ومن بعد يقدر يخلق مشاكل في العيالات. وبالنسبه للبنت كذلك، الا كان الاب تري سيفير وقاصح بزاف، يقدر يجرها لعندو بزاف، يحيدها بزاف، وفي نفس الوقت غيفرانيها، كديستابيليزا، كتهرب من الانوثه ديالها عند الاب، وفوق الاب ما تقدرش توصل ليه، وكتولي تنفى الوسط، وكطيح في مشاكل اخرى بحال ليستيري، وبحال نهضر في ديتاي، ما بغيتش ندخل مواضيع اخرى. ملي كيبداو مشاكل اخرى ديال غارسون، بحال كما كنقولوا غارسون مونكي، ولا بحال ديك المرجله، ولا بحال ديك بزاف د الحوايج، كل حاله راه بوحدها. يعني ما نقدرش نكازيو الناس ولا نحسموا الا درتي هكا راه غتولي هكا، ولا راه بزاف د العوامل غير كنشرحوا الظواهر، وكل شخص
راه عنده العوامل ديالو اللي كتهمو. وإلا كان مثلا الاب افاسي ما كاينش بزاف، البنت بحال لا مثلا كبرا غير مع امها، تتولي صعوبه، ما عندهاش واحد التجربه ديال الاحاسيس مع الاب، ولا كتبقى كاع طويله، لان الاب ما قدرش يبعدها، ما قدرش يفرانيها. يعني باه الا كان حنين بزاف ودوز تبقى متعلقه به، وكتشوف بعض المرات بعض البنات راه باها وكتعامل معاه بحال مثلا بحال راجلها، بحال تيكون واحد العناق كتير، واحد لا بروكسيميتي قريبه، وبا وتقدر تكابرا معاه وتقدر تسكن معاه وتسافر معاه، فهمتي؟ كيولي ما تكونش ديك لا سيباراسيون ايكيليبر. داكشي باش عقدة أوديب جميع الأمراض سيرتو لي نيفروز دايرين بها، لا ليستيري، لا نيفروز اوبسيسيونيل، لا لي فوبي. لي فوب كاملين دايرين بهذا سميتو. علاش؟ لان كيتحكم فيهم الكومبلكس دوديب اللي سميتو، اللي كيأثر عليه ثاني الكومبلكس دو كاستراسيون. حيت الكاستراسيون هنا فين كتبان اوديب اكتشاف الاعضاء الجنسيه، الاعضاء الجنسيه وتوقف الرغبات ديال الاتجاه الاخر، كتولي رغبه اتجاه الام او اتجاه الاب وخصها تحبس وتحاول دير بحال الاب. وبالنسبه للدري والام والبنت تحاول دير بحال امها باش تشد الطريق. فاش تيوقع شي خلل نقدروا نطيحوا في النيفروز وكنديفلوبي واحد الميكانيزم ديفونس، وسيله الدفاع. كنديفلوب واحد الوسيله الدفاع باش نعيشوا بها، وحتى هي كتنعس ما كتبانش في لا بيريود لاتونس حتى نوصلوا تقريبا 15 16 عام كيطفر كاع داكشي، كيبانوا الامراض النفسيه الاضطرابات بالاخص. عاد هادشي راه ما هضرش على العنف ولا على، راه هضرت غير على دي بارون فيهم غير شويه ديال الديفو. اما في الا زدتي العنف ولا لي تروماتيزم ولا شي حاجه اخرى راه حوايج اخرين. عقدة أوديب كاين بزاف ما يتقال فيها، ما بغيتش ندخل، ربما غنبقى نجبدها ديما فين ما جبت شي نيفروز ولا شي حاجه، ولكن نكتفيو بهذا القدر. ربما نحاول نهضر على الكومبلكس كاستراسيون، لان راه ما فيش غير هذا الشيء. حيت الكومبلكس كاستراسيون ديال البطر في الاخر تيولي عنده علاقه ديال ماشي غير المونك فقدتي شي حاجه، تقدر مع تولي عندها علاقه الا مشى لك البوفوار، الا مشى لك ستاتيو سوسيال، الا مشات لك اي حاجه، المهم مشى لك البوفوار، مشات لك شي حاجه، مشات لك ان اوبجي، مشاو لك الفلوس، مشى كيرجع للكومبلكس دو كاستراسيون. يعني كطيح في لانسيكوريتي وفي لامبويسونس وتيخلق مشاكل اخرى. يعني هذاك الشيء باش هو اللي فوندامونتال كاع. عندك لي دو كومبلكس دو ديب وكومبلكس دو كاستراسيون، راه نقدر نقول 80% 90% ديال شخصيه الانسان وكلشي كيدوز منه. بحال شي قنطره، خصك تقطع هاد القنطره باش تدوز من المرحله الاخرى. وفاش ما تيكونش مثلا الباساج مزيان كيبقاو اثار، كيبقاو دي تراس، وهما اللي كيبداو يديروا لك التبرزيط في، يعني في الكبر ديالك. نكتفي بهذا القدر، ما نطولش عليكم، ونتلاقاو في شي موضوع اخر غدا ان شاء الله ولا في الايام القادمه. السلام عليكم. تشاو.